يلا بينا استوديو تشالنج، هنذاكر لعند ما التلج يسيح. حرفيا دي اكبر حاجه لقيتها في السكن، فهنحط فيها التلج. وحرفيا يا شباب دي اكتر حاجه تساعدك على المذاكره، سواء بقى مش قادر تذاكر، سواء كنت تعبان، سواء كنت مش طايق ان انت تقعد على المذاكره اصلا. لازم تعمل اي تحدي من دول، حرفيا بيخليك او بيديك دافع ان انت تذاكر غصب عنك، وبيخليك دايما مستمتع بالمذاكره. وانا ان شاء الله هحاول اعمل لكم تحديات من دي كتير، وتحديات مختلفه بحيث ان الناس تتشجع على المذاكره. بس اهم حاجه تتاكد ان انت عامل سبسكرايب، وطبعا اكيد مفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو. ويا جماعه حرفيا التلج خد وقت كبير جدا عمال مسيح، انا شلت من الفيديو حتت كتير جدا ومسرعه على الاخر، فدي حاجه تطمنك طبعا ان انت تلحق تنجز وهتلحق تخلص كميه كبيره. طبعا لازم يا شباب قبل ما تبداوا تقراوا ورد من القران، لان ما زحم القران شيئا الا بركه، ودي طبعا حاجه ما صورتهاش لكن بقول لك عليها. انا بوريك كميه الاقلام الهايلايت اللي معايا، بحب استخدمهم جدا، لان حرفيا المعلومه اللي انت بتعلم عليها بلون معين مثلا حرفيا مش بتنساها، بتفضل فاكرها. وان شاء الله في الفيديوهات الجايه هحط لك قران نسمعه طبعا بنيه التيسير والبركه والتوفيق في المذاكره، يا اما هقول لك برضو شويه تيبس ونصايح انا بعملها في المذاكره بتسهل عليا المذاكره طبعا. وفي كلا الحالتين انت مستفيد، لكن هتبقى خسران امتى؟ لو ما عملتش سبسكرايب اكيد، لان كل ده هيفوتك. وطبعا لو عايز تبقى هابي صلي على النبي، معروفه طبعا. وهنا التلج شبه سهل، لكن الحمد لله انجزنا حاجات كتير، وكانت تجربه جميله جدا. بنصح طبعا كل اللي بيتفرج عليها انه يجربها، مش هتخسر حاجه.